بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بنعمة ربنا هنكمل موضوع الضغوط اللي احنا ابتديناه امبارح، ونقول يا ترى ايه هي خطورة الضغوط اللي ممكن الإنسان يتعرض ليها. الخطورة الأولى، ودي يعني بيعبر بيها كل الناس عن الضغوط اللي جواهم، هي رد الفعل العصبي. محدش حاسس بيا، أرجوكوا انتوا مالكم مش حاسين بيا، ويبتدي الإنسان يبقى عصبي جدا في كل أفعاله وردود أفعاله. طيب ايه كمان؟ تاني خطر ان الإنسان بيغلط. الإنسان الهادي غير الإنسان المضغوط. يعني ممكن جدا واحد يقول لك انا من كتر الضغوط اللي فيها كنت سرحان، صدقوني ما شفتش اللي قصادي فخبطته بالعربية. ياه، للدرجة دي الضغوط ممكن تعمل تسلب الإنسان الرؤية وتسلب الإنسان القرار السليم. تالت حاجة الأمراض. في أمراض كتيرة قوي زي الانكزايتي اللي هو يعني التوتر والقلق، أو أمراض زي كده الملل والكآبة، بيكون أساسها الحقيقة الضغوط. فأنا لو ما كنتش بعرف أتعامل مع الضغوط بتاعتي بصورة صحية وبصورة سليمة، أنا عرضة لأمراض. إذا ما كانتش هتبقى أمراض، هتبقى شبه أمراض نفسية. حاجة كمان إن الإنسان بسبب الضغوط بدل ما يبتدي يتعامل معاها ويحلها ويرتبها، يحاول يكون سلبي علشان يطلع الضغوط دي من جواه. يعني تصوروا في ناس تلجأ للمخدرات، يقول لك انا اعمل ايه؟ انا عندي نكد في البيت وعندي وعندي وعندي، فانا الحقيقة المخدرات دي بتخليني معزول عن المشاكل والضغط. حد تاني شلة القهوة بتاعته او شلة اصدقائه اللي بيقابلهم، ان هو ينزل ويدي المشاكل ظهره ويخلي اسرته تعاني منها، لكن هو بيعزل نفسه زي ما بيقولوا كده في فقاعة يلاقي فيها راحته، او يسموها الكومفورت زون، المنطقة المريحة. وكمان حاجة بتسببها الضغوط خسارة الناس. ما هو لما اكون انا مضغوط وانت مضغوط، بدل ما بنشيل مع بعض المشكلة، انا بحملك المشكلة وانت بتحملني المشكلة، فبتكون النتيجة ان المشكلة ما بتتحلش لكن الضغوط بتزيد. فيقول كده انا مش طايق حد من اللي حواليا، لدرجة في ناس يعني تدعي على نفسها بالموت، او يعني تبقى عاوزة تتخلص من كل اللي حواليها، فده بيزود المشاكل بيننا وبين الناس. احنا النهاردة اتكلمنا على خطورة الضغوط، بكرة بنعمة ربنا هنبتدي نتكلم على الوقاية والعلاج. صباح الخير.